في منتصف ليلة 22 من مايو عام 1990، وعندما رفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة عدن خفاضا، كتبت هذه الأبيات المتواضعة والتي قلت فيها: ستعود رحمة أمتي لا تيأسوا، أضعاف ما كانت عليها أضعافي، يا من تقولون العرب قد قسموا أثمان بعد رباع بعد انصافي، وإلى دويلات يحارب بعضها بعض من الأشكال والأصناف، فصحيح ما قلتم وزيدوا فوقه حكامها تحمل على الأكتاف. أعداء ماضينا وحاضرنا ومن يطمع بخيرات البلد خطافي، إلا شعبا قد عرف فيما مضى حامل رسالة خالدة هتافي، إلى البشر جمعاء ينشر عدله بالنبل والإيمان والألطاف، يأبى الذي حاصل ولم يرضى به لكنهم حكامه العسافي. أذناب أعداء الكرامة والشرف من أوقفوا سير الإبل جرافي، لكن هذا لن يدم طول الزمن، يا أمة الضاد هضي وتعافي، فالبادرة تظهر من الأصل الذي أتمددت منه الفروع آلافي، والفرع بعد الأصل يتبع في الخطى، والدرب واضح بعد نقض التافي. إن كنتم لا تعرفوا ماذا جرى أو عتموا عنكم طغاة المافي، فلكم وللتاريخ بشرى يا عرب، عاد التحام السد والأصداف. من بعد ما سيل العرم قد حطمه حين انطلقتم مسرا واخفافي، من أرض بلقيس اليمن من يحصد، من لحج من سيئون، من لحقافي، من السعيدة من ربا صنعاء عدن، من أرض شيد مجدها الأسلافي، ظهر الأمل والنور والمجد الذي لا أستطيع أعطيه من أوصافي، ما يقتضيه الوصف أو ما حجمه، فهو العريض المستطيل الضافي، عملاقنا المحبوب من وادي سبع، يظهر على الآفاق كاسح نافي، للهجر للتشطير للفرقة التي كانت سبب للضعف والإتلاف، ويقول للعالم هنا صوت اليمن متوحدا متماسكا متعافي، شعب يماني أبي واحد للحب يحيا اليوم لا التجافي، وطن يماني كبير واحد ما عاد مخلافين بل مخلافي، جيش يماني قوي واحد يحمي حمى الأمة من الإسراف، علم يماني يرفرف واحد فوق المدن والبحر والفيافي، فالوحدة الوحدة هنا عنواننا، يمنية عربية لحلافي، سنزيد في استقرار هذه المنطقة ونمد أيدينا إلى التصافي، فنحن أوفى الناس للناس ذمم، ما جاءنا عائد مع الإضافي، ونقدر الفعل الحسن ممن فعل فينا ونتجاوز له الهوافي، ما لم يكن له في وطننا معربا أو في كرامة شعبنا سيافي، فذا الذي لا والفسلا والفلن نرضى به ما دامت الأنجافي، تنبض قلوب تحتها بدماؤنا نعب الحياة إن لم نكن أشرافي، أرق قلوبا نحن ولن أفئدة نصفى إذا ما الغير فينا صافي، شعب يحب الحب يرنو الوفا، فيا له من شعب ثابت وافي، عامل مكافح لا يميل إلى الكسل، شهم كريم طيب المضيافي، في السلب يبنون المصانع بالعمل وترى ثمار الزرع والقطافي، أما إذا نادى المنادي للوغى فرؤوسهم تحمل على الأكفاف، عند الدفاع عن الوطن لا يبخلوا بالمال بل بالروح، هذا كافي، أن يفخر الآباء في من أنجبوا ويباهوا الأوساط والأطراف، ولنفتخر في صفوة يمنية نجل السلف والخير في الأخلاف، من حققوا حلم اليمن وبني اليمن بإعادة الوحدة هدف الأهداف، ولتعذريني وحدتي إن لم أفي، تعبير الأكبر وأعظم انعطافي، فأنا لست شاعر إنما هاوي وذا هو الذي جادت به القوافي.